المغرب يدخل قطاع صناعة المدرعات من أوسع أبوابه، فكيف؟ ويوسع شراكاته العسكرية مع دول عدة. فهل يطمح لأن يكون قوة عسكرية إقليمية ومصدراً للصناعات الدفاعية مستقبلاً؟ وهل لذلك تأثيرات سلبية على قطاعات حيوية أخرى؟ ابقوا معنا. خلال عامين تقريباً من المتوقع أن نرى مدرعة صنعت في المغرب، فبعد سنوات من اقتصار التعاون العسكري على صفقات تسليح أو مشاريع تجميع، افتتح المغرب بالتعاون مع الشركة الهندية العملاقة TASL أول مصنع مخصص لإنتاج المركبات المدرعة، خطوة يراها البعض جريئة وتخدم استراتيجية المغرب في تحديث قدراته العسكرية مع إمكانية تصدير المركبات إلى دول إفريقية أخرى مستقبلاً. كما يعتبر هذا المصنع بالقرب من الدار البيضاء أول منشأة دفاعية هندية خارج الهند. الهند أدركت أهمية إفريقيا كسوق لأسلحتها ومبيعاتها العسكرية، وقد شهدنا في الآونة الأخيرة تعاوناً اقتصادياً وعسكرياً متزايداً لها بالقارة الإفريقية. العام الماضي مثلاً وقعت الهند مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي مع الجزائر، كما أجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع عدة دول من أبرزها مصر. هذا يأتي في وقت تعاني فيه العلاقات الهندية الأمريكية من توترات بسبب رفع ترامب الرسوم الجمركية على البضائع الهندية إلى 50%. تماماً، فالهند ترغب في توسيع شراكاتها حول العالم، والمغرب بوابة مهمة للقارة الإفريقية، والرباط بدورها ترغب في تنويع مصادرها، فالمغرب لم يعد يعتمد على السلاح الغربي بشكل رئيسي، بل اتجه إلى دول عدة كتركيا والصين والبرازيل، حتى باكستان الدولة الخصب للهند، وذلك لأسباب عدة، منها عدم فرض تلك الدول شروطاً في الصفقات عكس الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأسعار المعقولة، وأيضاً إمكانية نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات المحلية وتشغيل الأيدي العاملة. لكم أن تتخيلوا إنتاج حوالي 100 مدرعة سنوياً هو هدف القائمين على مشروع إنتاج المدرعات، على أن تكون أولى الدفعات جاهزة خلال 18 شهراً من بدء تشغيل المصنع. البعض يرى أن هذا سيوفر وظائف عديدة، سواء مباشرة داخل المنشأة أو غير مباشرة من خلال سلاسل التوريد والنقل والخدمات. ويرى خبراء أن هذا التعاون بين الرباط ونيودلهي هو بداية لمشاريع أخرى تشمل الصناعات الجوية والبحرية والذكاء الاصطناعي العسكري، وهو ما ينطبق تماماً مع رؤية الرباط. فمنذ أن أقر المغرب قانوناً يعطي الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع والذخائر عام 2020، يستثمر المغرب بقوة في بناء قاعدة صناعية دفاعية لتقليل اعتماده على الواردات والتحول إلى التصنيع بل والتصدير أيضاً مستقبلاً. فما هي التحديات التي يواجهها المغرب في صناعة الأسلحة؟ وهل سيأتي ذلك على حساب قطاعات حيوية أخرى؟ تابعوا معنا. قبل المدرعة، نجح المغرب العام الماضي في إطلاق أول مسيرة عسكرية محلية الصنع سماها أطلس، لتأتي كخطوة أولى ضمن استراتيجية أمنية وطنية لتقليل الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الأجنبية. كما أن المملكة بدأت بتنويع مصادر أسلحتها خاصة الدفاعية عبر شراكات عسكرية مع دول كثيرة، وفرضت بعض شروطها على ما يبدو لنقل تصنيع أنواع من الأسلحة إلى أراضيها. وأنشأ المغرب لذلك منطقتين صناعيتين عسكريتين لينجح في النهاية بجذب شركات عسكرية كبيرة كشركة لوكهيد مارتن الأمريكية، والتي افتتحت أول مصنع لها قبل عدة أشهر في الدار البيضاء لإنتاج أجزاء من طائرات F-16. هذا التعاون يدخل المغرب نادي الدول المنتجة لتقنيات الطيران الحربي، ما قد يسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز الكفاءات الوطنية المغربية. وأيضا مع إسرائيل، حيث بدأ المغرب بتصنيع طائرات مسيرة بالتعاون مع شركات إسرائيلية، عدا عن أن إسرائيل تزود المغرب بأنظمة دفاع جوي متطورة وصواريخ وغيرها. وبدأت إسرائيل تتفوق على شريك المغرب التقليدي فرنسا، رغم أن المملكة تستضيف مصانع أسلحة تابعة لشركات فرنسية وتعد شريكاً استراتيجياً لباريس في مجال الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى تركيا التي تخطط لإنشاء مصنع للطائرات المسيرة في المغرب. كما أن بين البلدين صفقات كبيرة ومتنوعة ما بين المدرعات والمسيرات وأنظمة إلكترونية حديثة. وهناك تعاون عسكري مغربي مع الصين وبريطانيا والبرازيل وإسبانيا ما بين استيراد وخطط شراكة لصناعة أسلحة متطورة معها. تماما. ومع كل هذه الطموحات العسكرية المغربية، وضعت المملكة لعام 2025
ميزانية دفاعية بأكثر من 13 مليار يورو، وهو ما يشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس التزام المغرب بتعزيز قدراته الدفاعية وتطوير صناعته العسكرية المحلية. هذا التطور له إيجابيات وسلبيات. صحيح أنه سيتم نقل التكنولوجيا والخبرة الأجنبية للمغرب، وسيتم توفير وظائف جديدة وتعزيز العلاقات الدولية والقوة العسكرية للرباط في أفريقيا. لكن قد تكون هناك مخاطر لهذه الصناعة بالاعتماد على تجارب دول أخرى. فمثلا الوظائف محدودة العدد، لأن الصناعات الدفاعية تعتمد على المهندسين والتقنيين في أغلبها. وكمثال، شركة المدرعات الهندية المغربية ستوظف حوالي 350 شخصاً فقط. الاعتماد الكبير على المهندسين الأجانب. في المقابل، بعد تكوين المهندسين المغاربة قد تغريهم عروض عمل في أوروبا أو الخليج مثلاً، ليفقد المغرب جزءاً من خبراته. حساسية المناخ السياسي. أي توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة أو تركيا أو إسرائيل قد يعرقل الاستثمارات وتتوقف المصانع. الضغط المالي. ارتفاع ميزانية الدفاع قد يحد من الاستثمارات في قطاعات تخلق وظائف في قطاعات حيوية وأساسية كالتعليم والصحة والصناعة المدنية. في النهاية يبقى طموح المغرب في أن يصبح قوة عسكرية كبيرة ومستقلة في صناعاته حلماً مشروعاً لكثير من المغاربة. وأنتم ما رأيكم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. ولا تنسوا الاشتراك في القناة.